نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تقريرا مفصلا يلقي من خلاله نظرة على أهم الأسباب التي أدت إلى صحوة كرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة. وقام التقرير بتسليط الضوء على تحقيق الإنجازات المغربية في كأس العالم لفئة أقل من 17 التي أقيمت في إندونيسيا عام 2023، مشيرا إلى مساهمة المشروع الكروي طويل الأمد في وضع المغرب على خريطة كرة القدم العالمية وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل. أشار فيفا إلى 5 أسباب رئيسية لتألق الكرة المغربية والتي شكلت ثورة حقيقية. أولا، التركيز على تنمية المواهب. قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتوجيه الأندية بإنشاء مدارس تأسيسية للكشف عن المواهب وتنميتها، مما أسهم في إخراج مواهب كروية كبيرة. ثانيا، استثمار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ثم استثمار المنحة التي حصلت عليها الجامعة من خلال جائحة كوفيد-19 لتطوير الكرة النسائية، مما أسهم في تعيين مدربين محترفين والبحث عن مواهب مغربية في أوروبا. ثالثا، الرؤية الطويلة المدى. قام رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع خطة طويلة المدى لتحقيق التطور في الكرة المغربية، مما ساهم في تغيير شكلها وجعلها تنافسية على الساحة العالمية. رابعا، التركيز على الاحترافية. تم التركيز على تعزيز الاحترافية في المجال الكروي بدعم اللاعبين وتوفير البنية التحتية والفرص للاعتراف بالمواهب وتطويرها. كما أبرز الفيفا المشاريع المتكاملة في المجال الكروي المغربي، مثل فوز المغرب بتنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، والعمل على تنمية وتطوير المواهب الشابة ومنحها السلوك الاحترافي. وأشار إلى الخطة المتكاملة التي شملت منتخبات الكرة في مختلف الفئات العمرية والجنسيات، والتي استدعت من الأندية تحمل مسؤولياتها الوطنية. خامسا، مدرب المنتخب وليد الركراكي. أعطت حنكة وليد الركراكي وتركيزه على الفوز بالمباريات بدل التركيز على متطلبات المجتمع الكروي، وأيضا ثقة وليد الركراكي بالمواهب المغربية واللاعبين المغاربة أعطت المنتخب دفعة كبيرة وأساسية نحو النجاح. وأبرزت فيفا دور ملك البلاد في تسطير بدايات النجاح عبر إنشاء أكاديمية محمد السادس لكرة القدم عام 2009، والتي بلغت تكلفتها 13 مليون يورو بهدف تطوير الرياضة الوطنية في المغرب، وهو ما أثمر نتائجا مبهرة، حيث يتم العمل بأحدث الطرق التقنية لإنتاج المحترفين في العالم، وهو ما جعلها منجما من الذهب لمختلف منتخبات المغرب ونواة لتحقيق العديد من الإنجازات في المحافل الدولية. كما أن بصمة فوزي لقجع كانت واضحة في هذا السياق، حيث عمل على إنشاء ملاعب جديدة وتطوير الملاعب الموجودة، حتى أصبح المغرب قادرا على استضافة كأس الأمم الأفريقية 2023 من خلال 9 ملاعب دولية، وهو ما ساهم في نجاح الملف الثلاثي لاستضافة كأس العالم 2030. وفيما يتعلق بالاهتمام بالفئة السنية والكرة النسائية، أشار التقرير إلى التزام جامعة لقجع بالمساهمة في تطوير المواهب الشابة ودعم الكرة النسائية في المغرب، وقد طالبت الأندية بإنشاء مدارس تأسيسية للكشف عن المواهب وتنميتها، مما أسهم في إخراج مواهب كروية كبيرة من الأندية المغربية. كما أثر هذا الاهتمام على الكرة النسائية، حيث حصلت المملكة على لقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات من خلال فريق الجيش الملكي، وتقدم المنتخب النسائي في كأس العالم للسيدات 2023 إلى دور 16. وأشار التقرير إلى أن توجيه الاستثمارات نحو منتخبات الفئات السنية والفرق النسائية كان له دور محوري في تحول كرة القدم المغربية، وقد استخدمت الجامعة المنحة التي حصلت عليها من الفيفا خلال فترة جائحة كوفيد-19، والتي بلغت قيمتها 500 ألف دولار لتطوير الكرة النسائية في المغرب، وتم ذلك من خلال تعيين رينالد بيدروس كمدرب للمنتخب النسائي ومشرفا على المنتخبات الفئات السنية النسائية، بالإضافة إلى البحث عن المواهب المغربية في أوروبا وتطوير الكرة المحلية بشكل مستمر. وأوردت فيفا أن مواهب الخارج كانوا في صلب اهتمامات المشروع الكروي المغربي، حيث عملت الجامعة الملكية على إقناع اللاعبين من مزدوجي الجنسية باللعب لأسود الأطلس، وهي العملية التي منحت المنتخب المغربي نجوم بارزين سواء في المنتخب الرجالي أو النسائي، بالإضافة إلى نجوم الدوري المحلي الذي قال التقرير أنه تطور كثيرا على مستوى الرجال والنساء، بالإضافة إلى منح الفرص للمدربين الوطنيين للدراسة والتعلم وأخذ الخبرات، ثم تولي تدريب المنتخبات الوطنية ليبدأ المدربون المغاربة في إثبات كفاءاتهم. وختم التقرير بأن الأسباب ال5 هي سر تحول المغرب إلى رقم صعب في كرة القدم العالمية بعد سنوات من التخبط، وذلك بفضل المشروع المتكامل للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والتخطيط الطويل المدى والإيمان بقدرة العمل المستمر على منح أفضل النتائج.